اكتر سؤال بتسأله من الامهات: اعمل ايه عشان ابني يتكلم انجلش كويس؟ ومن كتر ما السؤال ده بيتكرر اتشجعت ان اعمل الفيديو ده. حاجات اوعى تعملها لو عايز ابنك يتكلم انجلش كويس. اول غلطة بشوفها ومتكررة بشكل فظيع ان احنا نكتب للطفل النطق بالعربي جنب الكلمة بالانجلش. فمثلا كلمة دور اكتبها له دال واو راء. طبعا غلط. ليه غلط؟ لان الدال مش هي الدي، والار مش هي الراء، والواو مش هي الاو، نطقهم مختلف تماما. فانا كده بعمل ايه؟ انا كده هوصل بالطفل ان هو هيتكلم انجلش بس بالحروف العربي. عمري ما هوصل بيه الاكسنت على الاقل تكون محترمة. مش هقول اكسنت كويسة او اكسنت امريكان او بريتش او اكسنت كويسة، لا، مش هوصل حتى الاكسنت محترمة. هيبقى بيتكلم انجلش بس بالعربي. تاني غلطة بعملها او بشوفها برضو متكررة جدا ان انا انطق للطفل كلمة وانا مش متأكد منها. كارثة. ليه بقى؟ لان الطفل عامل زي الاسبونج، الطفل عامل زي السفنجة، بيمتص اول حاجة تديها له بيمتصها في ثانية وبتثبت في دماغه بطريقة فظيعة. صعب جدا 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 ان انا اغيرها بعد كده. يعني انا لو عندي طفل مش عارف حاجة، سهل جدا ان انا اعرفه كل حاجة. لكن لو طفل عارف حاجة غلط، صعب جدا 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 ان انا اغيرها له. مش هعرف اغيرها تاني، وعشان اغيرها هناخد مجهود بقى شوفي قد ايه. فابدا ابدا ابدا ما ننطقش للطفل حاجة احنا مش متأكدين منها. دلوقتي الموضوع سهل جدا، ممكن نفتح اي ديكشنري يكون بينطق ونسمعها ونسمعها للطفل، يبقى حلو جدا. يا ريت لو الطفل سمعها اول مره من حد نيتيف من الديكشنري مثلا، فيبقى حلو جدا. هتثبت في دماغه، هتثبت بالنطق الصح. حتى لو حد بعد كده قالها قدامه بالنطق الغلط، خلاص هي دخلت في دماغه بالنطق الصح. تالت حاجه او تالت غلطه بشوفها كتير جدا برضو، ان احنا نكلمه بلغتين مع بعض. يعني انا يكلمه انجلش يكلمه عربي، لكن مثلا ما اقولوش افتح الدور والبس الشوز وواش ويلا نعمل واش، زي ما انا بسمع حاجات كتير كده غريبة. انا يكلمه انجلش يكلمه عربي، لكن الماكس ده مش هيخليه يطلع لي جملة انجلش سليمة ابدا في حياته. انا يقول له open the door او افتح الباب بكل بساطة. put on your shoes او البس الكوتشي بتاعك يلا. مثلا wash your hands او روح اغسل ايدك. بكل بساطة، يعني بكل بساطة وسلاسة. يكلموا عربي يكلموا انجلش، لكن الميكس ده مش هيطلع لي طفل بيتكلم انجلش، هيطلع لي طفل بيتكلم بنفس الطريقة. هتلاقيه برضو بيقول يلا نفتح الدور وهاتي الباج وهكتب بالبنسل وحاجة كده اللي هي ولا هي عربي ولا هي انجلش. اشهر 3 اخطاء بيقع فيهم الامهات وهم فاكرين ان هم كده بيساعدوا اولادهم، او ان هم كده هيخلوهم يتكلموا انجلش اسرع او احسن. اول حاجة ان احنا نكتب له النطق بالعربي جنب الكلمة بالانجلش. تاني حاجة ان احنا ننطق له حاجة مش متأكدين منها. تالت حاجة ان احنا نكلمه ميكس، شوية عربي على شوية انجلش في جملة واحدة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. لو النوعية دي من الفيديوهات عجبتكم قولوا لي وانا اعمل لكم سلسلة خاصة بالامهات. واشوفكم الفيديو الجاي. ثانك يو.